الجرارة. ثالث طبعا مرحلة اللي هي الجرارة مع صنع الفخار. كما شفنا بعد ما بلينا الطين نقوموا بعملية العجن، وبعدنا نبداو في مرحلة صنع الفخار فيها فخارية مختصين بصنع الفخار. لكن توا مرحلة الكوشة اللي بالغاز. وين السيب النافورة وين تخيم لكنها ثابت. مبروك عليهم أبناء. طبعا قلينا على الصنع الحلو هذايا، نعرفوا قطعة صغيرة ثابت، لكن برافو 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 ليهم. تصفيقة قوية عليهم صراحة. تصفيقة وينكم وينكم. احنا كلها 50-50، لكن ما شاء الله نافورة من البارح. هذه هيكل قدام عيونكم الناس الكل. صار من البارح حطوا القطعة اللي هي النافورة، حطوها في الكوشة من الساعتين متاع الليل بالطبيعة على درجة لا تقل على 1000 درجة. شوفوا هما كيفاش يحطوا في بعضهم وشايخين. احنا ما نحسوش الشيء لانه متعب اللي يعيشوه هما في الخدمة شيء ما يوصفش. فيعطيهم الصحة شباب اللي قاموا